بنات شو اخباركم؟ اليوم انا ما كانت عندي نيه اني ادخل المطبخ، ما ادري كذا ما ابي ادخل. بس شفت فطاير جابت راسي، ما ادري اذا شفتوه ولا لا. اسمها كباجي. كذا تجي مزعفره مصوفره لونها اصفر، وقطنه كذا فلافي تذوب، ومحشيه بجبن سايل ومغطيه بسكر بودره. فاشتهيتها صراحه، فما قد ذقتها ولا قد جربتها، فان شاء الله تضبط معي الحين. الحلو في العجينة إنها سهلة، تحطين كل شيء على بعض. حطيت البيض، عندي هنا حليب بودرة، زبدة، سكر وملح وخميرة، موية، وآخر شيء الطحين. المفروض الزعفران إني خلطته مع الموية بس سقط سهوا، فبدوب في شوي موية وأخلطه. عاد حالتها هي تكون صفرة أصلا، وأخلطهم. اختار من الشاشة العجين، بعدين احدد السرعة، ابغاها 4-5 على حسب المستوى اللي يناسب عجينتك. ما شاء الله كميتها حلوة، بس لان العجانة ما شاء الله كبيرة. بسم الله، شوفوا. طيب شوفوا بنات، لما غطيت العجينة اختار تخمير، وهو اوتوماتيك اللي بيحسب لي ساعة مدة التخمير ودرجة الحرارة 35 مئوية. طبعا انتم تقدرون تتحكمون في الوقت وتتحكمون في درجة الحرارة على حسب اللي يناسب عجينتك. دامنا قاعدين ننتظر، خليني اقول لكم عن هذه العجانة. احبها صراحة مرة، يعني تحمسك انك تسوين عجين، تطلع لك العجينة مضبوطة. يعني أنا عندي مشاكل دائما مع العجانات، بعضها تحتار، بعضها سرعتها مو مضبوطة، بعضها مثلا اليد ما يوصل للقاع فيكون خلطها مو كويس. هذه تبرد القلب، عجانة احترافية، عجانة ذكية. إذا رحتوا للسيف جاليري قولوا نبغى عجانة إديسون الإصدار الأخير، ممتازة ممتازة. طبعا العجانة فيها مزايا حلوة، فيها ميزان مدمج يقيس لكم المكونات، فيها تخمير، تتحكمون بالوقت، تتحكمون بالسرعة، فيها إضاءة، طبعا كلها على شاشة لمس. شغل بروفيشنال أقول لكم. التعامل معها سلس، سهل، بسيط، ما فيها أي تعقيد. ما شاء الله حجمها راهي. الوعاء حجمه سعته 10 لتر تقريبا، يعني كفيكم تسوون عجينة لنفسكم ولجيرانكم بعد. عليها ضمان 3 سنوات، يعني إذا تبغون الشيء يبقى معكم عمر خذوها وأنتم غمضين. هذه القطع اللي جاية مع العجانة، طبعا كل قطعة لها استخدام معين. على أنها توها جديد نازلة السيف جاليري، بس مسوين عليها خصم، صارت ب899 ريال. تستاهل كل ريال ينحط فيها، تستاهل، خاصة إذا أنت تحبين الخبز الكثير، تحبين العجن وتبغين شيء يطلع العجين مضبوط. هذه العجانة فنانة فنانة.